انت مقوله انا ورايا هم يتلم، هي المقوله دي بتطبق عليها دلوقتي، اللي هو فيديوهات وشغل ومذاكره وحاجات قد كده، بس كل يوم في متعه الحياه. المهم يا سيدي، النهارده جايين نتكلم عن لو انت حاسس بفقدان الشغف وان انت عايز تستسلم وان الحياه خلاص موتتك والكلام ده، فالفيديو ده ليك موت. انت عارف الفكره في ايه؟ الفكره اللي هو انا ليه اصلا متضايق، او ليه يعني احنا كلنا مرينا بالاحساس ده او بنمر والكلام ده كله. الفكره اللي هو انا ليه متضايق وليه حاسس ان انا فاقد الشغف. انا بحس ان هو انت ما بتخش في مرحله ان انت بقيت تعمل كل حاجه عادي كده، فاهم؟ اللي هو اقول لك، عارف انت مرحله ان انت مثلا بتروح الجامعه او بتروح الشغل او بتروح المدرسه ايا كان، وترجع تقعد على الموبايل مثلا بالساعات او تقعد قدام التلفزيون بالساعات وتقعد تقلب وخلاص وما بتحسش بحاجه. هو ده انا بحس نفس الاحساس ده اللي بيحصل لنا، وبنصحى الصبح نعيد نفس الموضوع تاني، فبقينا نحس ان هو حياتنا ما بقاش ليها لازمه كده. فانا من تجربتي ان الموضوع ده اتحسن معايا ازاي، اللي هي فكره ان انت بتدخل حاجه جديده، بتشيل عاده وحشه وليكن مثلا حته انت عمال تقلب في التليفون، وبتدخل حاجه حلوه اللي هو مثلا ايه، اتعلم حاجه جديده. فبمناسبه اتعلم حاجه جديده، فهي دي بقى انا بحس ان هو ده صلب الموضوع، ده بقى هنتكلم فيه. طبعا زياد صاحبي زياد صاحبي، بس هو مكسوف شويه من ما بيحبش الكاميرات وكده، بس هو راجل محترم. عايزك تسأل نفسك سؤال، امتى آخر مرة عملت حاجة لأول مرة؟ ليه مثلا ما بتجربش تروح تشتري كتاب وتقعد تقرا مثلا، سواء رواية أو كتب عامة عن حاجة بتحبها في الشغل أي حاجة؟ طب هل جربت فكرة مثلا دلوقتي يا عم أقول أنت جامد في الإنجليزي، هل جربت مثلا تجرب تتعلم أسباني، ألماني، فرنساوي؟ عارف أنا عايزك تكسر روتين، تعمل حاجة كده، يعني جرب حاجة كده. هل جربت مثلا مره تجيب البيانو المطرب بتاعك القديم يا نهار اسود وتتعلم بيانو؟ انا عامه بقالي كتير قوي ما لعبتش عليه، ولا اصلا ما بفهمش يعني فيه الصراحه، بس ممكن اجرب برضه. فانا كمان عايزك تجرب كده وتقول لي.